السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات والرسائل اللي وعدنا حضراتكم بيها. معانا النهارده ايات جديده، مكملين في ايات سوره الاعراف. معانا الايه النهارده رقم 55. ربنا عز وجل بيقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. دي كانت آيات النهارده. ندخل في حلقة النهارده على طول عشان الدقايق ما تجريش بينا. حلقة النهارده بنتكلم على وصية مهمة جدا ليا ولحضراتكم. حاول دايما ما تكسرش بخاطر حد، او بمعنى تاني، لو هتقول قول كلام حلو يا ما تقولش خالص. زي ما الحديث بيقوله سيدنا الحديث بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ما تتكلمش، يكلم حاجه اشجع اللي قدامي يا اما اوفر. يعني ممكن انسان مثلا يكون اصلا يعني الشيطان داخله في مدخل ان هو بييأسه من حاجه، لو حد قال له كلمه وحشه واحده هيزقه ان هو يفعل معصيه تغضب ربنا، هيزقه ان هو يعمل حاجه تضره في حياته، هيزقه ان هو يعمل حاجه يرجع يندم عليها بعدين، لان كان عايز زقه بس على الحاجه الغلط دي. طب انا ليه؟ انا لا، ده انا اروح دايما اقول له والله طيب بخاطره، وتقول له مش عارف ايه وربنا يكرمنا. ودايما بحس التفاؤل والثقه هو ده اساس ربنا عز وجل. يعني لا يوجد حزن ولا يوجد، حتى لو كانت يعني ساعات النفوس بتغلب على هذا الكلام. واحد يقول لك ساعات بحزن وانا مش قادر اتغلب على نفسي. الحزن ده سلة لنفسي ازاي؟ اقول لك بسبب الشيطان وبسبب عوامل تاني. فدايما ندفع الكلام ده من ان احنا نذكر ربنا عز وجل، ودايما ثقتنا في ربنا ان ربنا قادر على تفتيت اي ضعف واي حزن واي حاجه تقف عقبه امام الانسان. اشوفكم الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.